السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم فيديوهات جديدة عن المحمية، ولو هي محمية صغيرة يعني للجديد. هي تقريبا هاي 3 أمتار، 3 أمتار ب3 أمتار يعني، وعلوها 3 أمتار. خلينا بيها طيور، كان عندنا بيها بلابل، وجبنا فترة طيور الحوب. طبعا نسيت اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح أشوفكم داخل المحمية. هاي طبعا عندي دجاج مال عرب، صار دجاج هسه. إن شاء الله أصور لكم إياه. وهاي الأعلاف مالتهن أعلاف مال الدجاج. وهاي عندي الأعشاش مال الفناجز. حاليا عندي بيض وبيضات وأفراخ. ذاك الأحمر قطية المعجون بها أفراخ يمكن 4. وعندي هاي الفناجس. طبعا هاي جبتهن أنا كانت 5 فناجس فقط، بعدين بمرور الوقت هي تكاثرن يعني، ولو تكاثرهن يعني مو ذاك التكاثر، لأنه تتوقف بالصيف، تتوقف بالشتاء، بالبرودة. ف يعني الحمد لله والشكر. بس شنو، كل ما اتركهن كل ما تتكاثر احسن يعني. بس اني مضطر، لانه مرات انظف المحمية واخلي اكل، او مثلا يعني ارفع بقايا الطعام. هذا الاكل مثلا احتاج اني ادخل لها، اغير لها. فهي مثل اللي تخاف يعني، كون المكان صغير يعني. فلهذا يعني شوية هاي هسه حتى أنا ما أقدر أدخل جوا، لأنه تنخبص الطيور تنخبص. فلذلك مضطر يعني أصور من خارج المحمية. دخل بس إيدي إذا هاي الطيور عن قريب أو من قريب. طبعا أعتذر عن الصورة، الموبايل على قد الحال مثل ما قلت لكم سابقا. وهاي عندي هاي الفناجس. لحد الآن ما دا أعرف نوعهن بالضبط شنو هاي الفناجس يعني، اللي هي يعني أعرف دبدوب، بس أكو بهن كبار أكو بهن صغار يعني. ما يعني دبدوب، واكو سوبر، واكو سوبر جامبو. طبعا ذاك اشوفه بالعش، راح اقرب لكم اياه قدر المستطاع. هذاك هذا العش. طبعا نعاني من انه الافراخ مال